أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقام السيقاه سنبدأ به لأنه من المقامات المهمة جدا في تلاوة القرآن الكريم، وفي المديح النبوي، وفي كثير من القصائد. جميل، وهو لا حزين ولا مفرح كثير، وسط، مقام معتدل ولطيف، ويقدر القارئ المبتدئ يقرأ به بكل سهولة. وسأبدأ به أنا إن شاء الله بالقرآن الكريم من سورة المؤمنون. سأبدأ به إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله. هذه التلاوة من سورة المؤمنون قرأتها لكم على مقام السيقاه، وهذا مقام السيقاه من المقامات الجميلة اللي يطلع منها الركبانية ويطلع منها الحكيمي. إن شاء الله عندما تحفظون المقامات تعرفون هذه المداخل
يعني من السيقا تطلع على الركبانية. وإن شاء الله بالمستقبل يعني بالحلقات القادمة سيأتيكم مقام جديد إن شاء الله تستفيدوا منه وتقبلوا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، وتقبلوا تحيات المقرئ أخوكم عادل يوسف العادلي.